السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 200 خطأ في العقيدة. وخطأ اليوم يا أحبابي هو قول القائل: علقها في رقبة عالم واطلع منها سالم. نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا يا حبايبي هذه دعوة إلى التقليد الأعمى المذموم الذي قد يؤدي إلى تحريم الحلال أو تحليل الحرام، ويجعل العبد يبحث لنفسه بأي طريقة عن مخرج من المسؤولية الشرعية بأي صورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنما الأصل يا حبايبي إن الإنسان حينما يريد أن يستفتي عالما فلا بد أن يبحث عن عالم، لا أقول عالما فقط، عالما دينا عاملا بالكتاب والسنة. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما اقعدش أدور على داعية أو عالم يديني فتوى بالتفصيل على حسب مزاجي أنا، وإلا بكده أنا أكون بتحايل على الشرع. فالواجب على الإنسان أن يمتثل لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أراد فتوى في أمر من الأمور الشرعية أن يبحث عن عالم عامل دين تقي ورع خاشع لله سبحانه وتعالى حتى آخذ منه الفتوى. إنما أقول أنا هدور على واحد يفصل لي فتوى، ولو واحد سألني عملت كده ليه أقول له: يا عم هو أنت ما سمعتش المثل اللي بيقول علقها في رقبة عالم واطلع منها سالم؟ لا، مش هيطلع منها سالم، لأنه طالما أنه تحايل على الشرع وأراد أن يبحث عن فتوى تؤكد ما يريده من التحايل فإنه بذلك يبوء بالإثم، وكذلك من أفتاه يبوء بالإثم. قال جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. سبحان الله. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فالأصل يا حبيبي إن احنا نبحث عن عالم صاحب دين وصاحب خلق نأخذ منه الفتوى، مش أي واحد يفصل لنا فتوى والسلام. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.